هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. في دراسة علمية اتعملت واتوضحت في كتاب اسمه Six Thinking Hats لدي بونو، وهي بتوضح ان كل واحد فينا بيمر ب6 مراحل تفكير باختلافات المواقف اللي بيمر بيها في حياته. تعالوا نعرف مع بعض ايه ال6 مراحل التفكير اللي احنا بنمر بيها. اول مرحلة وهم اطلقوا عليها وايت هات، وهي القبعة البيضاء، ودي مرحلة بنبقى واقعيين جدا فيها. طريقة تفكيرنا بتبقى واقعية، وبنبقى عايزين الحاجة تبقى محددة، وبنبقى عندنا أسئلة محددة بإجابات محددة. والفكرة فيها إن أنت بتكون حيادي، مش منحاز لأي طرف خالص ولا لأي جهة خالص. بس خد بالك، القبعة دي بيبقى لاغية من ناحيتها تماما فكرة العاطفة. يعني أي موقف هتستدعي إن أنت تفكر بعاطفتك، لا، هي مش بتفكر بالعاطفة ولا بالأحاسيس، بالرغم إن في مواقف في حياتنا بتستدعي العاطفة، وعلى الأقل بتستدعي إن احنا نحس باللي حوالينا ونفهم تصرفاتهم دي إيه وإيه اللي نابع من جواهم. تاني حاجة وهي الريد هات أو القبعة الحمراء، ودي بقى عكس القبعة البيضاء تماما، وهي إن الشخص ودي بقى عكس القبعة البيضاء خالص. ودي بقى ان الشخص بيفكر بمشاعره تماما واحاسيسه تماما، وكل حاجة بيشوفها في حياته بيترجمها على اساس احساسه وقلبه بيقوله ايه. حتى المواقف اللي لازم يفكر فيها بعقله، لا، هو بيلغي عقله وبيخلي قلبه هو اللي يفكر. طيب، هو ضروري جدا ان يكون في جزء في حياتنا يكون في مشاعر واحاسيس ونحس باللي حوالينا، بس لو القلب هو اللي سيطر وشلنا العقل، ساعتها كل اختياراتنا هتكون غلط، لان احنا لغينا جزء اساسي قوي مهم قوي في طريقه تفكيرنا في الحياه. وغير كده كمان اعرف، لو انت ماشي بقلبك بس في كل حاجه في حياتك، للاسف النتيجه هتكون سلبيه. لازم تعمل بالانس بين القلب وبين العقل. تالت حاجة وهي البلاك هات أو القبعة السوداء، وده بقى بيكون شخص طريقة تفكيره يعني سوداوية جدا. بيشوف كل الحاجات اللي تدل على التشاؤم، وبيشوف المخاطر من بعيد من قبل ما تيجي، ويترجم اي حاجة في حياته ان هي فيها خطر وان هي ليها سلب عليه، ودايما نظرته فيها تشاؤم رهيب، لدرجة ان لو في حاجة كويسة حصلت في حياته تلاقيه بيدور على الحاجة الوحشة جوه الحاجة الكويسة دي. هي حاجة كويسة ان انت تبقى دايما بتفكر ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك بعدين عشان تقدر تتعامل معاها، بس لو الفكر ده سيطر عليك، ده ساعتها اللي تأثيره سلبي جدا على حياتك. رابع حاجة وهم اليلو هات أو القبعة الصفراء، ودول بالنسبة لي أنا مناسبين جدا، مش عشان هم مثاليين، بس عشان الحياة صعبة بما فيه الكفاية اللي تخلينا نهون على نفسنا. دول بكل اختصار هم الناس اللي أول ما تجيب لهم مشكلة يدوروا لك على حل. دايما نظرتهم إيجابية، دايما بيحاولوا يشوفوا أي حاجة جات لهم صعبة إيه الجزء السهل اللي فيها. دايما بيبسطوا لك اكتر المواضيع المعقدة، ودايما بيبصوا على الفرص اللي بتجيلهم في الحياة والبدايل اللي يقدروا يحلوا بيها اي مشكلة بتواجههم. وتلاقيهم بينشروا الايجابية للناس اللي حواليهم، وبينشروا الفرحة حتى لو هما نفسهم ما كانوش مبسوطين او فرحانين قوي في حياتهم، بس على الاقل هم عندهم نظرة تفاؤل ونظرة ايجابية للحياة. خامس حاجة وهما الجرين هات او القبعة الخضراء، دول الناس اللي تفكيرهم بمعنى صح out of the box أو خارج الصندوق. يعني تلاقيهم دايما بيفكروا بطريقة فيها كرياتيفيتي وطريقة مختلفة، ودايما يدوروا لك على حلول ما كانتش تخطر لك أبدا على البال. حتى مهما تكون مشاكلهم اللي بيواجهوها معقدة وأول مرة يواجهوها، تلاقيهم بيفكروا على بدايل وفرص مختلفة يحلوا بيها المشكلة دي. حتى لو معرفوش يحلوها، تلاقيهم بيحللوا المشكلة دي بطريقة مختلفة جدا انت عمرك ما تخطر لك على بال. ودول دايما بيستفادوا من كل مشكلة بتواجههم ومن النتيجة اللي هم فكروا بيها المختلفة في حياتهم اليومية علشان يطوروا من نفسهم أكتر. سادس حاجة وهم البلو هات أو القبعة الزرقاء، ودول اللي طريقة تفكيرهم محددة جدا. يعني أي مشكلة بتواجههم أو أي هدف قدامهم يجيبوا لك كده ورقة وقلم ويكتبوا لك إيه الإيجابيات وإيه السلبيات، ويبدأوا يقارنوا كل نقطة بالتانية. بيشوفوا دايما الحاجة بطريقة أوضح، لأن هما بيكونوا عملوا تحليل عميق جدا للحاجة اللي قدامهم، سواء كانت مشكلة أو هدف أو طريقة تفكير حتى في موقف معين. هتلاقيهم دايما مطلعين كل حاجة بناء على إيجابيات وسلبيات وحاجات واضحة جدا وصريحة، وما تقدرش خالص ساعتها إن أنت تختلف معاهم في الرأي، لأن هما بيكونوا جايبين الرأي ده بناء على أساسيات واقعية. بعد ما عرفنا طرق التفكير اللي احنا بنمر بيها، حابة أقول لكم على حاجة. مبدئيا احنا وارد جدا نكون كل واحد فينا مر مرحلة في حياته وفكر بقبعة منهم، ووارد جدا يكون بيفكر في معظم المواقف بقبعة، وموقف واحد فكر بقبعة تانية. بس أهم حاجة لو انت عايز تغير
طريقة تفكيرك ان انت تاخد ميكس بين الست قبعات او ست طرق تفكير. ليه؟ لان انت مبدئيا محتاج ان انت اول حاجة اما تيجي تفكر تاخد الطريقة الأعم والأشمل بجزء معين. تاني حاجة إن أنت تحط في عين الاعتبار المشاعر والعاطفة، لأن ساعات بيستدعي إن احنا نحس باللي حوالينا. تالت حاجة إن احنا ساعات بنبقى محتاجين نتوقع الحاجات السيئة اللي ممكن تحصل علشان نحضر نفسنا ليها ونعرف نتعامل معاها بطريقة صح. رابع حاجة إن احنا محتاجين نكون عندنا نظرة تفاؤل دايما، لأن الحياة زي ما قلت لكم صعبة ما فيه الكفاية، فدايما محتاجين إن احنا نبقى رحيمين على نفسنا شوية ونهونها على نفسنا. خامس حاجة وهي ان ساعات المواقف اللي بتمر بينا بتكون محتاجة فكر غير تقليدي، فكر مختلف علشان نقدر ان احنا نخرج من المشكلة دي او نخرج من التجربة دي بأقل خسائر. سادس حاجة ودي طبعا مهمة جدا، ان احنا في اي مشكلة في حياتنا محتاجين ان احنا نحللها كويس قوي، نشوف ايه الايجابيات وايه السلبيات، او اي حاجة بتواجهنا عموما مش مجرد مشكلة، اي حاجة جديدة داخلين عليها لازم نبقى عارفين ايه الحاجات الوحشة اللي فيها وايه الحاجات الكويسة، ونبدأ بناء عليها ناخد القرار اللي احنا محتاجين ناخده. يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم يوم تاني ان شاء الله.